يندق عليك يا نبيل، يظهر ضرفة الشيش مضايقاه. انزل لها وانا جايه لك حالا بعد ما اوضب الاوضه. حاضر يا وفاء. البس. على فكره النهار ده برد، ما تنساش تاخد البلطو بتاعك، انت لسه قايم من العادي. انت فاكر راحت عليا ولا ايه؟ انا لسه شباب. بابا يا بابا. بابا صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. امال فين وفاء؟ هي مش سامعه صوت البنت اللي اتنبح من الصبح؟ انا رايح لها بنفسي. طيب يا حبيبي. بابا بابا يا بابا. ايه يا منى؟ مالك يا حبيبتي؟ ها؟ عاوزة العصفورة. عصفورة ايه؟ ايه والنبي جيبها لي يا بابا، دي حلوة خالص. حاضر حاضر يا حبيبتي، هجيبها لك واقفل لك الشيش اللي ما بيتقفلش ابدا ده. ما حدش غيرك يعرف يقفل الشيش يا بابا. كده يا بابا تطيرها. معلش يا منى ما تزعليش يا حبيبتي. ماليش دعوة، أنا عاوزاها. انا هجيب لك عصفورة تانية. معلش اصلها راحت لاولادها الصغيرين. أنا عاوزة عصفور ما عندهاش ولاد. حاضر هجيب لك عصفور راجل. مفيش عصفور الا لما تشربي اللبن. يلا خدي. نبيل وفاء. مالك يا وفاء؟ مفيش. انت مش هتفطر ولا ايه؟ قبل قولي لي مالك؟ ولا حاجه. انت فتحت العلبة دي؟ ازاي تخبي عليا ان منى تعبانه بالشكل ده؟ انا ما خبيتش عنك حاجة يا حبيبتي. انا قريت روشته الدكتور وعرفت ان منى لازمها علاج سنه او 2 على الاقل. سنه ولا 2 يا كبدي يا بنتي، وكنت بتقول لنا شهر ولا شهرين. يعني منى مش هتمشي؟ مفيش اي امل؟ طبعا فيه، بس مع الزمن وطولة البال. علاجها هيكلفنا كتير كتير قوي. وبعدين؟ دورت على حد نرهن عنده البيت ولا نبيعه حتى، لسه ما لقيتش. وشغل المكتب زي ما انت عارفه. يا كبدي يا بنتي. ارجوكم العياط مش هيخليها تخف. ثم انكم لازم تساعدوني علشان اشتغل وانا بالي مرتاح. مش هتغير ريقك؟ لا ماليش نفس. انا اتاخرت على المكتب والمعلم حسبه زمان ومستنيني. روح ربنا يفتحها في وشك ويجعل لك في كل خطوه سلامه لاجل خاطر بنتك. ضرب البلط. نبيل. ايوه يا وفاء. ناوي تعمل ايه؟ هبيع العربيه والكاميون. والشغل بتاعكم دول دراعكم اليمين. دراع اليمين مش اعز من بنتي. ما تقلقيش يا وفاء، ربنا كريم. واحنا لينا مين غيره؟ مع السلامه. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا راضي. مفيش جوابات؟ لا لسه يا باشمهندس. هنيا يا معلم. الله يهنيك يا صفوت، عقبال كده ما نفرحوا بيك ونشربوا الشربات ان شاء الله. شربات ايه ده اللي على الريق؟ اهلا باشمهندس. صباح الخير. صباح الخير يا نبيل. ده احنا كنا كده بنتكلموا في حكايه، انا عارفها وصفوت عارفها وربنا إيه كمان اسرار ولا ايه؟ لا لا اسرار ولا حاجه. ها عملت لنا ايه يا معلم؟ ايوه العقد اهو انا جهزته. اتفضل. والشروط قلت عليها لصفوت. عارفها بس ده مش معقول يا معلم، لازم تتنازل شويه. شوف يا معلم، ما هو لازم توكلني لقمه معاك، مش كده ولا ايه؟ نوكلوك لقمه القاضي يا صفوت بس طوعني. نوكلوك اللقمه متغرقه عسل بس طوعنا يا صفوت. لقمة قاضي ايه؟ هي ايه الحكايه؟ لا ولا حاجه، يعني بس بنحب نضحكوا مع ابن خالتك شويه. اصل المعلم حسبه يحب العسل والشربات على غير الريق. ونحب نختموا البنكنوت باسمي كمان. يا سلام، اهو كام ورقه من دول يا سي صفوت يخلوا صباحك فل. ايه نستأذنوا بقى؟ ما بدري يا معلم. بدري من عمرك. اعملوا حسابكم العقد عندكم اهو، لازم يتمضي الاسبوع ده والا يفتح الله بقى. سلام عليكم. عليكم السلام. ايه الحكايه؟ هو رجع لنغمة جوازك من بنته ولا ايه؟ يا اخي يا سيدي ما تدقش، اهو كلام بيدب علشان يستظرف. المهم ايه اخبار منى؟ البنت تعبانه ومحتاجه فلوس كتير، وديك زي ما انت شايف ولا عطى ريسي علينا لحد دلوقتي. طولة البال كويسه. البوصله يا باشمهندس. فاتوره التليفون، شعار البنك عشان كمبيالات.
نبيل، العطا بتاع عربيات النقل رسي علينا. تتكلم جد؟ ايوه الشركه قبلت العطا بتاعنا. يا سلام. اسمع، انت متاكد ان احنا هنقدر نورد لهم العربيات دي؟ ايوه انا موضب كل حاجه، الحمد لله لقينا الفلوس علشان منى. الحمد لله. شوف بقى، انا هنزل دلوقتي علشان اوضب كل حاجه وطز في حسبه وفي نسبه. صفوت، احنا نسينا حاجه. ايه؟ التامين. الشركه طالبه 1000 جنيه تامين عند رسوب العطا. طب وبعدين؟ الكاميون بتاعنا ما يجيبش حاجه، لا هو ولا العربيه زبعوا سوا. لا لا لا، سيبك انت من العربيه بتاعتك دي، انت عارف المظاهر عليها معول كبير قوي. لو الكاسات دي اللي كسبتها في بطولات السباحه اللي هنا واللي في البيت يجيبوا حاجه كنت بعتهم علشان خاطر منى. وبعدين لو العطا ده راح مننا هنعالج البنت ازاي؟ اشرب يا منى. ده طعمه وحش قوي. معلش يا حبيبتي، ربنا يتوب عليكي منه. مساء الخير يا مساء النور. انا لقيت النور مولع، قلت اجي اطمن على منى. يعني عايزه تطمني على منى ولا على وعلى منى طبعا. على ام صفوت زمانه جاي، احنا مستنيين. هو جاي دلوقتي؟ ايوه. وهو ازايه؟ كويس. لازم هو ده، لازم صفوت. خليك انت يا وفاء. مساء الخير يا جماعه. مساء النور يا صفوت. الله، امال فين خالتي؟ مع منى بتنيم. وازاي منى دلوقتي؟ انت فين يا جدع؟ ازاي تسيبني من الصبح لغايه دلوقتي واحنا غرقانين في شبر ميه؟ فشر يا حبيبي ويا ابن خالتي، فشر. ابقى انا موجود وتغرق في شبر ميه؟ النبي ايه؟ طب استاذن انا بقى يا ليه ما لسه بدري؟ معلش، ما انا اطمنت على منى خلاص. طب يا روح انستيك. باي باي يا وفاء. مع السلامه، خلينا نشوف ان شاء الله. ودلوقتي بقى هلمي هلمي، صانع المعجزات صانع المعجزات. غمضوا عينيكم. أهلاً، إزيك يا صاحبي؟ اهلا، ازيك يا خالتي؟ اهلا. يلا غمضوا عينيكم الثلاثه. يلا 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 علشان تتفرجوا عليا وانا بطلع لكم الفرخه اللي بتبيض البيضه الذهب. جلا 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 جلا. وادي البيضه الذهب اهي. ايه الفلوس دي؟ 1000 جنيه. التامين؟ منين جبت الفلوس ده؟ بعت اللوري يبقوا 550 جنيه. والباقي جبته منين؟ ايه يعني 450 جنيه. 1000 من يسلفني يا اخي. من امتى الكلام ده؟ انت هتاخدهم ولا ارجع في كلامي؟ واحلف لك اني ما سرقتهمش. خد الفلوس قدهم وحطهم في جيبك، وبكره الصبح تركب عربيتك على طول وتنزل على مصر علشان تدفع التأمين. صفوة، انت عملتها؟ تصبحوا على خير يا جماعه، اصل انا تعبان شويه. خد هنا، دي فلوس المعلم حسن، ختموا على فلوس. استلفتهم منه. المعلم حسن ويسلفك يا صفوة؟ اصل قلت له ان احنا هنمضي له على العقد. انهي عقد؟ عقد جوازك من بنته؟ اعوذ بالله يا شيخ، لا لا لا، ما وصلتش للدرجه دي، هو قرايه فاتحه وبس يعني. جرى ايه يا جماعه؟ انا مش فاهمه حاجه. المعلم حسبه المقاول له بنت اسمها مسعده، عاوز يجوزها لاي واحد افندي، ملقاش غير صفوة يلزقها له. كنا دايما واخدين المساله تريقه وهي قلبت بجد. صحيح يا صفوت، ودي عامله تعملها. ما فيش غير كده، احنا محتاجين لفلوس علشان نحل مشكلتنا ونعالج البنت. انا اقدر استحمل المعلم حسبه وبنته، لكن ما اقدرش استحمل اشوف منى بالشكل ده. الله، جرى ايه يا جماعه؟ هو انا عملت عمله؟ انا مش عارف ازاي اشكرك. العفو يا نبيل، العفو. مع السلامه انت، وبكره باذن الله اول ما توصل مصر اتصل بيا في المكتب بالتليفون علشان تطمني. تصبح على خير يا خالتي. تصبح على خير. وانت من اهل يا صفوت. بوسولي منى. مع السلامه. صباح الخير يا وفاء. صباح النور. ايه، انت مسافر دلوقتي؟ ايوه حبيبتي، خدي بالك من منى، ها؟ ما تخرجهاش الا لما الدنيا تبقى شمس. حاضر. وناوي تقعد كتير؟ كلهم يومين. مش عاوزه حاجه من مصر؟ انا عاوزه حاجه. صباح النور على البنور.
هتجيب لي ايه معاك من مصر؟ هجيب لك فيل شوكولاته قد كده. لا انا عاوزه حاجه صغيره قد كده. ايه هي دي بقى الحاجه الصغيره؟ عاوزه عصفور زي اللي طال من الشباك. بس كده؟ من عيني دي ومن عيني دي. مع السلامه يا بابا، اوعى تشيل منك. خلي بالك من نفسك، واوعى تنسى تاخد الدواء لحسن بعدين اخصمك وازعل منك. انت ماشي يا ابني؟ اشوف وشك بخير يا ماما. وانت مش عايزه حاجه من مصر؟ ابدا، سلامتك يا حبيبي. الله، انت بتعيطي يا ماما؟ لا 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 ابدا، بس انا ما احبش انك تغيب من البيت ابدا. دول كلهم يومين. خلوا بالكم من بعض، خلوا بالكم من منى. ما تنسيش يا وفاء، انا هكلمك عند ألفة الليله دي الساعه 8. ها؟ حاضر. ترجع بالسلامه. يا رب حنن قلب صفوت عليا ويحبني زي ما بحب. انا مش عاوزه منه حاجه ابدا غير انه يحبني، عشان انا بحبه قوي قوي خالص. يا رب. ألفت. صباح الخير. صباح الخير. الله، انتوا جيتوا؟ ايه اللي صحاكوا بدري؟ اصل النهارده نبيل نزل مصر. لوحده؟ لوحده يعني ايه؟ يعني من غير ما ياخد حد معاه؟ ايوه، صفوت ما سافرش معاه. استريحتي بقى؟ ما افتكرش اني هستريح ابدا. ألفت، بلاش تفكري في صفوت. ليه؟ هو حرام انه يحبني زي ما بحبه؟ ايوه حرام، حرام انه يحبني. ألفت، انا عايزه اقول لك ان صفوت خطب امبارح. خطب مين؟ بنت المعلم حسن. علشان فلوس ابوها؟ ما تظلموش، هو خطبها غصب عنه عشان يساعد نبيل ويدفع التأمين ويكسب قرشين نعالج بيهم منى وربنا يوفقه. منى؟ يعني خطبها عشان خاطر منى؟ ايوه. برضه هفضل احبه. ده راجل عظيم. انا سعيده جدا يا وفاء، اللي قلوبنا كلها اتجمعت عشان خاطر منى. يا رب يشفي منى ويوفقه. تسمح من فضلك تاخدني معاك لحد مصر؟ اتفضل. ولا مؤاخذة يا حاضر، بس يعني معاك سجارة؟ أصل يعني لا مؤاخذة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت نازل فين؟ قدام شوية.
منى، مالك حبيبتي بتصرخي ليه؟ انا خايفه يا ماما. خايفه من ايه يا روحي؟ كنت بتحلمي ولا ايه؟ كنت بحلم حلم وحش. يا حبيبتي يا منى، يسهر كانت بتحلم حلم ولا حاجه. انا مش هنام الا لما يجي بابا. لازم اتخضت من الشيش لما اروح اقفله. لا، ما حدش يقفل الشيش غير بابا. حاضر يا حبيبتي. لسه خايفه يا منى؟ لا. طب نامي بقى يا حبيبتي. غني لي بابا جاي امتى. حاضر. بابا جاي امتى؟ جاي الساعة 6. راكب ولا ماشي؟ راكب بسكليتة. لا، راكب اوتومبيل. طيب راكب اوتوموبيل. لا، ألفت مستنياكي. جايه لها حالا. يلا فاضل ربع ساعة ونبيل يتكلم من مصر دلوقتي. جايالك حالا يا حبيبتي. مساء الخير. مساء النور. امال فين خالتي وفاء؟ وفاء بتلبس عشان جايه معايا عشان نبيل هيتكلم من مصر دلوقتي. كويس قوي، اجي معاكم انا كمان علشان اكلمه لانه ما اتصلش بيا في المكتب الظهر. مبروك. على ايه؟ على الخطوبة. الله يبارك فيكي. وامتى الفرح؟ قصدك الجواز مش الفرح. هو ايه الفرق؟ والله في فرق كبير قوي بين الجواز والفرح. كده؟ وفاء، ابقى حصليني عشان زمان نبيل هيتكلم دلوقتي. وفاء، يلا يا وفاء بسرعة بقى علشان رحت فين؟ خرجت حصلتنا على البيت هناك. ده بيت المهندس نبيل خير؟ ايوه. في اشارة من مصر. انا جاي معاك يا شويش. صفوت، في ايه يا صفوت؟ دول مسكوا نبيل في مصر علشان ما معهوش رخصة العربية. رخصة العربية؟ هو ده معقول؟ مش جايز يكون سارقها، مش كده برضه يا شويش؟ ايوه. طب وانت رايح فين؟ هدور عليها في المكتب واديها لهم. وريني الإشارة، وريني الإشارة يا صفوت. ما انا قلت لك على اللي فيها يا وفاء، يلا بينا يا شويش. صفوت، 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 أرجوك يا صفوت وريني الإشارة، يا تقول مخبي إيه؟ وفاء، عايزين يتعرفوا عليه. يعني ازاي؟ انا مش مصدقه. لازم غلطانين صفوت، لازم غلطانين. مش ممكن نبيل يكون مات. نبيل راجع وانا مستنيه. الاشاره دي غلط، قول لهم انها غلط. جوزك مات بطل شهيد. متشكره. انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم ازاي مات غرقان وده كان بطل من ابطال السباحه. القدر وعمره لحد كده. شدي حيلك يا هانم، وتأكدي ان البوليس هيعمل المستحيل علشان يعرف مين الراجل اللي كان معاه وترجع لكم ال1000 جنيه. ممكن أعرف من حضرتك حاجة؟ ايوه يا فندم. مين الراجل اللي كان السبب في موت نبيل؟ وبتسألي ليه يا هانم؟ من حقي إن أعرف مين اللي كان السبب في موت جوزي. بس هو ملوش ذنب في ان جوزك مات. ممكن أعرف اسمه؟ احنا نفسنا ما نعرفش اي حاجة عنه، لانه في غيبوبة وعنده حمى، ثم اننا ما لناش معاه بطاقة شخصية، واحنا خايفين عليه لا يموت. خايفين عليه، على الجبان اللي زيه. وفاء، هدي نفسك، مفيش فايدة من الكلام ده. القانون ما بيعاقبش المنتحر، ثم من واجبنا ان احنا نحافظ على حياة اي انسان مهما كان امره. أنا متأسفة، بس لازم تعذرني إذا كنت بحتقر أو بكره الإنسان اللي كان السبب في موت جوزي. ربنا يكون في عونك يا هانم، بس الحقد مفيش منه فايدة. يلا يا وفاء. ها، واسمك ايه؟ جاوبني، انت سامعني؟ اسمك ايه؟ اسمي حمدي. حمدي ايه؟ حمدي توفيق. وبتشتغل ايه؟ ما بشتغلش حاجة. عاطل. ايوه عاطل. وعشان كده انتحرت؟ انا ما انتحرتش. ما رميت نفسك في النيل ليه ها؟ انا ما انتحرتش. حد رماك؟ حد زقك؟ لا مفيش حد. يعني انت اللي رميت نفسك؟ جاوبني، رميت نفسك ليه؟ ايه سبب انتحارك؟ انا ما انتحرتش.
ما حدش ليه دعوه بيا ولا بحياتي ولا بموتي. الانتحار مش جريمه، انا حر بحياتي. ارجوكم يا اخوانا، احنا زملاء والمهنه لها اصول، بلاش نشر اسمه او صورته. انتوا عارفين ان نشر اي خبر عن الموضوع ده يضرني جدا، وانتوا طبعا ما تردوليش الاذيه. حاضر يا استاذ عبد الرحيم، يلا بينا اتفضل. صباح الخير. صباح النور يا فندم. انا عبد الرحيم ايوه انا سبت لك اذن ب10 دقايق بس، وارجوك تفوت عليا بعد المقابله. متشكر يا فندم. عبد الرحيم، عرفت ازاي؟ ليه عملت كده؟ انا كنت عارف بعمل ايه، كنت عاوز وقاصد ان اموت نفسي. كل كاتب في الدنيا بيفشل. ده مش اول فشل، كنت عايز اخليه اخر فشل، انما للاسف حتى في الموت فشلت فيه زي ما فشلت في كل حاجه. كل كاتب في الدنيا بيجي له وقت فشل ووقت نجاح. انا انتهيت. تاكد يا عبد الرحيم ان اللي انقذني كان عليا، اللي انقذني هيخليني اتعذب من اول وجديد. ملوش حق، مغفل. افتكر اني حمدي اللي انقذك راجل عظيم، مات وهو بينقذك من الغرق. ايه؟ ايوه مات علشانك. ما كنتش ناوي اقول لك، لكن لما لقيتك لسه يائس حبيت اوريك ان في ناس في الدنيا بيموتوا في سبيل الشهامه والمروءه، وفي ناس بيموتوا من. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم. وضاع معاه 1000 جنيه، ومين عارف المبلغ ده كان ايه بالنسبه له او بالنسبه لعيلته، لكن دي الحقيقه وكان مسيرك تعرفها. لكن احب بعد كده انك تقدر قيمه الحياه وتعرف معنى الموت. عبد الرحيم تعال كلمني يا عبد الرحيم. انا مش مصدق، بدل ما اقتل نفسي قتلت واحد بريء. عبد الرحيم تعال كلمني عن انت شاطره قوي يا منى اللي كلت الاكل كله. بكره هتبقي عروسه كبيره. للعروسه قريب يا منى. والعصفور امتى بابا هيجي من مصر؟ يمكن بكره. هيرجع بكره؟ يمكن يا منى، يمكن. نامي دلوقتي حبيبتي، نامي. غني لي بابا جاي امتى؟ مش دلوقتي يا منى، مش دلوقتي. نامي حبيبتي، نامي. ماما انتي لابسه اسود ليه؟ بابا جه بابا جه. مساء الخير يا خالتي. مساء النور يا حبيبي. وفاء، خدي دول لحد ما ربنا يعدلها. ايه دول؟ من المعلم حسبه؟ لا دول عربون العربيه بتاعت نبيل، انا بعتها وجايب لك المبايعه اهي كمان علشان تمضيها. طب انت لازم تاخد نصهم. لا يا وفاء، لما تجيب بقيه الفلوس تاخد نصهم وترجعهم للمعلم حسبه. ارجوك يا وفاء. يا خالتي انا مسؤول عنكم دلوقتي، لازم تعتمدوا عليا. كتر خيرك يا صفوت، بس انا لازم افكر في المستقبل واعتمد على نفسي. يعني هتعملي ايه؟ في الحقيقه مش عارفه، بفكر يمكن اشتري مكنه، وانت عارف انا بعرف افصل. ايه يعني عايزه تشتغلي؟ وماله، هو شغل عيب؟ لا ابدا مش عيب، بس انا موجود يا وفاء. ارجوك يا صفوت نقفل الموضوع ده دلوقتي. طيب هي منى صاحيه؟ ايوه جوه. اما اخش اقعد معاها شويه. اتفضل يا استاذ. سلام.
خد يا ريس. ايوه يا استاذ. شيل الكتب دول. اعمل بهم ايه دول؟ دول ما ينفعوش. خدهم دول ببلاش. ولو برضه ما ينفعوش. دول لا يتعملوا قراطيس لب ولا يتلف فيهم برش حلاوه. تشكر. يلا يا جدع شيل الموبيليا. وبعدين يا حمدي ده مش كويس علشانك، انت لسه تعبان، انت بتنتحر بطريقه تانية. تعرف يا عبد الرحيم الجدع اللي انقذني ده ضرني اكبر ضرر. ادي احنا رايحين نصلح الضرر اللي اتسببت فيه. مش انا، اللي القدر اتسبب فيه. ده ما يمنعش انك مسؤول برضه. أنا دايما تعباكي معايا يا ألفت. يا سلام لو هقدر اساعدك بس. كفاية إخلاصك وحبك، دي أغلى حاجة بتقدميها لي. ده انا اقدم لك روحي. انا نازله اجيب البطانيه. هاتي لي البطانيه والله من الاوضه يا قولي. حاضر. ما اتفقناش يا نينا الأوضة هنأجرها بكام؟ والله ما أنا عارفة يا بنتي. يعني 10-15 جنيه؟ يا ريت. والله لولا الحوجة ما كنت أخلي حد يهوب ناحية أوضته. الله يجازي اللي كان السبب. كتر خيرك يا أنثى. العفو. والله الأوضة دي أنا حاسة كده اللي هي تتأجر على طول. يا ريت. طيب أنا ماشية بقى، مش عاوزة حاجة؟ عايزة سلامتك، ربنا ما يحرمنيش منك. ميرسي يا حبيبتي. ما تتأخريش. باي. مش قلتيش؟ أفندم. أنا جاي علشان هو البيت ده مش بتاع. أيوة يا فندم. هو أنا جاي بخصوص. اتفضل. 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 مين يا وفاء؟ عن إذنك دقيقة واحدة، اتفضل استريح. ده واحد جاي يأجر الأوضة، أقول له بكام؟ ما قلنا 10 ولا 15. طيب يا نينا أنا مكسوفة أكلمه، ما تيجي تكلميه أنت. لكن قولي لي هو هيجي مع الست بتاعته ولا لوحده؟ مش عارفة، هبقى أسأله. طيب مش نعمل له كده فنجان قهوة ولا شاي؟ ما فيش مانع، بس اوعي يضحك عليك، خدي بالك. حاضر. الله يجازي اللي كان السبب، الله يخلص منه. أنا متأسفة إذا كنت اتأخرت عليك. العفو يا فندم. أي خدمة؟ أنا كنت جاي أقابل حضرتك بخصوص. الله، أنت هنا يا منى؟ هدخلها لينا عن إذنك دقيقة واحدة. اتفضلي. لا مؤاخذة يا أستاذ، أنا اتأخرت عليك. حضرتك جاي بخصوص أيوة يا فندم، أنا جاي بخصوص الأوضة المفروشة مش كده؟ أيوة الأوضة المفروشة. تحب تتفضل تتفرج عليها؟ طيب مفيش مانع. اتفضل. اتفضلي. أنا طالعة يا نينا أوري الأوضة للأستاذ. اتفضل. اتفضلي.
اتفضل. أوضة لطيفة قوي. متشكرة إن الأوضة عجبتك. في الحقيقة دي أول مرة بنأجر فيها أوضة. أيوة، هي الأوضة جميلة قوي. أنا مستعد أدفع 30 جنيه. كم؟ 35. طيب دقيقة واحدة هسأل لينا. لا طيب على إيه؟ 40 جنيه كويس. 40؟ دي صورة المرحوم جوزي. اتفضل. 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 الأوضة عجبت الأستاذ يا نينا. وأكون شاكر قوي لو أجرتوها لي. هيأجرها ب 40 جنيه في الشهر. ومستعد أدفع إيجار شهرين مقدم. بس يا أستاذ احنا عايشين هنا لوحدنا لو اتضايقتم مني أمشي على طول، المسألة بسيطة. اتفضلي يا فندم. 80 جنيه اهم. انت هتقعد في اوضه بابا؟ أيوه. انت تعرف بابا؟ أيوه. انت تعرف نبيل ابني؟ ما حصليش الشرف يا هاني، أنا بس شفت الصورة بتاعته فوق. بابا هيجيب لي عصفورة من مصر. كده؟ وعروسة كمان وفيل شوكولاتة قد كده. يا سلام. وديني للدكتور كبير قوي عشان يخليني امشي واركب بسكليتة كمان. طبعا طبعا، بابا هيخليكي أحسن بنت في الدنيا وهيجيب لك كل حاجة كمان. انا اسمي منى، وانت اسمك ايه؟ أنا اسمي حامد. عن إذنكم أروح أجيب الشنطة وأجي. اتفضل. سعيدة يا منى. سعيدة يا حمود. عيب يا منى. طب يا عم حمود. باين عليه جدع ابن حلال. احرص على القرشين دول يا وفاء، محدش عارف هيجي لنا غيرهم امتى. ربنا ما بينساش حد. تاكسي. أهلا وسهلا. ايه حكايه اليافطه اللي متعلقه بره دي يا وفاء؟ مالها اليافطة؟ انتوا ناويين تأجروا اوضه بصحيح؟ أيوة، أوضة نبيل. ليه؟ عشان نقدر نعيش. هقول لك ده كلام ما يدخلش العقل ابدا، انا مش ممكن اوافق على كده. صفوت، انا قبلت. انت كمان يا خالتي؟ وماله، كل الناس بتأجر بيوتها في الصيف. ايوه لكن انا برضه البنت محتاجة المصاريف علشان العلاج. وانا رحت فين؟ كتر خيرك يا صفوت، كفاية الورطة اللي انت وقعت نفسك فيها علشاننا. الأوضة خلاص أجرناها دلوقتي واخدنا شهرين مقدم. أجرتوها؟ لمين؟ واحد ما نعرفش عنه أي حاجة، أهو أي مستأجر وخلاص. حمدي، ازاي الحال؟ عملت ايه؟ مالك يا حمدي؟ اوعى تكون خفت تواجههم. يا ريتني كنت هربت. امال عملت ايه؟ دفعت لهم الفلوس اللي معاك؟ لا ابدا، ما قدرتش اهرب وما قدرتش ادفع لهم حاجه. ليه؟ لقيت نفسي في موقف رهيب. قابلت والدته وشفتها وسمعتها بتدعي على اللي كان السبب في موت ابنها، وشفت بنته يا عبد الرحيم عندها شلل اطفال. مسكينه. تصور ان انا اللي قتلت رب العيله المسكينه دي، وعايزني اعترف لهم ازاي؟ وبعدين عملت ايه؟ ارتبكت لما مراته افتكرت ان انا جاي اجر اوضه فاضيه عندهم، وفعلا عملت نفسي عايز اجرها، ودي كانت الوسيله الوحيده ان اساعدهم من غير ما يحسوا. انك تسكن معاهم في البيت؟ ده الحل الوحيد، ان اساعدهم من غير ما يعرفوا شخصيتي. بس يا حمدي انت ايه؟ خايف عليا منهم ولا خايف عليهم مني؟ انا خايف من الاتنين. وانا خايف من ضميري اكتر من اي حاجه في العالم. انا شاعر ان دول محتاجين لحد يساعدهم من غير ما يجرح كرامتهم.
ابلعي الدواء يا منى. وبعدين معاك يا منى، افتحي بقك يا حبيبتي. الدواء ده هيخليكي حلوه وكبير. عم حمود اهو، عم حمود اهو. الدواء اهو. عم حموده، عم حموده. عيب يا منى، اسمه الاستاذ حامد. صباح الخير. صباح النور. انت نمت عندنا يا عم حموده؟ ايوه يا منى. في اوضه بابا؟ ايوه. ولما يجي بابا؟ ما تعطليش الاستاذ حامد يا منى. لا مفيش عطله ولا حاجه. انت رايح البحر يا عم؟ ايوه يا منى. انت بتعرف تعوم؟ لا يا حبيبتي. بابا احسن واحد يعوم في الدنيا، مش كده يا ماما؟ ايوه يا منى. كان بيشيلني يعوم بيا، ولما يرجع هيوديني لحد البراميل. منى، منى تعالي. بابا هيوديني النهارده الملاهي وهركب الاوتوموبيل والمرجحة، وانا بابا اما يرجع هيجيب لي بسكليت زي بتاعتك، وانتي هتعرفي تركبيها بكره اخف واتعلم. يا رب يا منى، ونبقى نسابق بعضنا، مش كده؟ ايوه. بكره تخف يا وفاء هاني. متهيأ ان ابوها عايش وهيرجع يعمل لها المعجزات. بتحبه قوي. كان عايش علشانها ومات المسكين عشان واحد ما يستاهلش اي انسان يموت علشانه. انا اسف. على ايه؟ قصدي يعني على اللي حصل. انا اللي اسفه لاني ضايقتك. صباح الخير. صباح النور يا صفوت. الاستاذ حامد اللي اجر الاوضه، صفوت ابن خالد جوزي. اهلا وسهلا. تشرفنا يا فندم. انا متهيألي اني شفت سيادتك. انا افتكر اتقابلنا قبل كده. ما افتكرش. جايز، يمكن. عن اذنكم. شرفنا يا فندم. وفاء اسمعي، حكايه تأجير الاوضه دي مش عجباني. امال كنا هنعمل ايه يا صفوت؟ منى عايزه علاج. ايوه بس وجود راجل غريب في البيت هنا معاكو ده كلام مش معقول ابدا. واحنا مالنا وماله، هو في حاله واحنا في حالنا. عن اذنك. وفاء. افندم. انت عارفه كمال الصحفي اللي بيشتغل في جريده الانوار؟ ايوه ماله؟ كان عندي وقال لي انه عنده معلومات عن الراجل المنتحر. وقال لك مين هو؟ لا، هو ما يعرفش غير انه مؤلف بيكتب روايات، واول ما هتجيله معلومات اكتر هيكتب لنا. غريب ان واحد زي ده يموت نفسه. احيانا اصحاب المبادئ بيبقوا اول ناس بينسوا المبادئ. عن اذنك يا صفوت، انا رايحه انا ومنى البلاج. بقى شوف يا سي صفوت، حكايتك مع البت مسعده بنتي دي طولت وباخت قوي. انا مش فاهم ايه قصدك من الكلام ده. انت فاهم كويس يا سي صفوت، واذا كنت ناوي تستغنى ده حتى يبقى عيب قوي. قصدك على الفلوس اللي خدتها منك؟ قصدي على الفلوس والنفوس يا سي صفوت. ولا انت يعني مزاجك في حد تاني؟ شوف يا معلم، انا حر. حر في نفسك، حر على جيبك مش على جيباني. ان كان على فلوسك انا مستعد اكتب لك وصل ب 450 جنيه. وصل اماني. وهو كذلك. والخطوبه نفضها. انا عارف انك تعملها، لكن ما تفتكرش ان بنتي تلقيحه. مسير الحي يتلاقى يا صفوت. مضيت؟ اتفضل. اهو دلوقتي ارتحت. على الفلوس؟ دلوقتي بقيت في ايدي يا حظ، يا الدفع الحبس زي النفقه تمام. سلام عليكم. يا وفاء، يا وفاء. ايوه يا نينا. الجدع ده ملوش قعد في البيت ولا دقيقة واحدة. ايه حصل ايه؟ ياخد فلوسه ويروح مع ألف سلامة. مش بس افهم ايه الحكاية؟ انت عارفة انا ما عنديش اعز من ابني في الدنيا. الله يجازي اللي كان السبب. يوم يشيل صورته ويرميه على التسريحة. غريبة، وايه اللي خليه عمل كده؟ انا عارفة عمل كده ليه. هو فاكر انه اشترانا بفلوسه. العصفور. سعيد يا فندم. يا سعيدة. شايفة يا ماما عم حمودة شايل ايه؟ الله ده حلو خالص. اصل منى كان نفسها في عصفور من زمان. ما كانش في داعي تتعب نفسك. ارجوك يا فهاني، انا بعتبر منى زي بنتي تمام. ده زي اللي بابا هيجيبهولي. بالظبط يا منى بالظبط. انا هسميه مشمش. ازيك يا مشمش؟ متشكرة يا عم حمودة. انا عاوزة اعلقه في اوضتي. حاضر يا منى حاضر. لا انا عاوزة عم حمودة هو اللي يعلقهولي. حاضر يا منى. اهي اوضتي. ما تتعبش نفسك، منى ما بتحبش حد يقفله. انا عاوزة عم حمودة هو اللي يقفل الشيء زي بابا. حاضر يا منى. اهو كده يا عم
شفتي بقى يا ماما؟ سعيدة يا منى. سعيدة وفاء هانم. مع السلامة. اشمعنى عمو حمودة خليتيه يقفل لك الشيش؟ كده. انت بتحبيه عشان جاب لك العصفورة؟ لا، اصل انا بحبه من الاول. باين عليه جدع ابن حلال، بس قولوا له ما يبقاش يشيلوا صورة من مطرحها. حاضر يا نينا. بتشيل الصورة ليه يا أستاذ حامد؟ لا مفيش، أصلي أنا مش متعود على الصور في أوضة النوم. نينا طلعت ولقت الصورة مرمية على التسريحة فزعلت، وأنت طبعا تعذرها وتديها الحق. من فضلك رجعها مطرحها. طبعا أنا متأسف. متشكرة. ومتشكرة على العصفورة اللي جبتها لمنى. وأرجوك بلاش تجيب لها حاجة تانية، أرجوك. حاضر. متشكرة. وفاء، انتي ايه حكاية الصورة؟ أنا فهمت إنه ما يشيلهاش وقال طيب. والعصفور اللي جابه هدية لمنى ماله؟ ايه حكايته؟ الله، وأنت إيه اللي مضايقك؟ لا ولا حاجة. مالك يا ابني؟ انت مش زي عوايدك، في حاجة مضايقاك؟ بالعكس، أنا النهارده سعيد جدا لأني تخلصت من حمل كبير كنت شايله على كتافي. تخلصت من المعلم حسب وبنته. إزاي؟ فسخت الخطوبة. والفلوس اللي أنت مستلفها منه؟ كتبت له بيها وصل أمانة. وصل أمانة يعني إيه؟ يعني ما كانش يدفعهم للمعلم حسبه يقدر يحبسه في أي وقت فيه. مش كده يا صفوت؟ أيوه. يا دي الوقعة اللي زي بعضها، مش كفاية اللي جرالنا، مش كفاية ضياع ال1000 جنيه. أنا بقيت حر نفسي، إزاي أتجوز واحدة ما بحبهاش؟ ووصل الأمانة. ال450 جنيه هياخدهم. ده الموت أهون عندي من إنهم يقولوا صفوت اتجوز بنت المعلم محمد عبد الرحيم حسبه. أنا مش عارفة أقول لك إيه يا صفوت، أنا اتضايقت قوي عشان خاطر وصل الأمانة. بالعكس، أنا سعيد جدا لأني بقيت حر زي ما قلت لك. ربنا معانا. الو، منزل المعلم حسبه؟ ايوه، هو المعلم موجود؟ قولي لواحد عايزه. ايوه، واحد من طرف المهندس صفوت علشان الوصل. ايوه الوصل. مين يا مسعده؟ ده العريس يا بابا، بعت لك مرسال علشان يصالحك. خليك حنين عليه والنبي يا بابا، ما تكسرش بخاطره. الو، مين حضرتك؟ ايه؟ بتقول ايه؟
مش سامع. هو عمال يكح قوي كده ليه؟ الو. ايوه يا فندم، انا صديق للمهندس صفوت. هو بعتني علشان ادفع لك ال 450 جنيه وترجع لي الوصل. الوصل. قصده الوصل قريب يا بابا. يا اختي تلاقي ده قصده على وصل الامانه اللي كتبته له الصبح. الو. انما حضرتك تطلع مين؟ بقول لك واحد صاحبه. هستناك بعد نص ساعه في التاكس قدام باب بيتك. ايوه. اتفضل يا معلم. مش حضرتك برضه تبقى المعلم حسن؟ ما تتفضل انت احسن. بيت اهو. ايه لزوم الوقفه في الشارع؟ انت هتعمل ايه؟ ما تخافش يا معلم، انا بطلع لك الفلوس. بحسب. امال صفوت ما جاش بنفسه ليه؟ هو تعبان شويه. خد الفلوس عدها. الا دي حكيماني بنحب نعد الورق ابو عشرات. ومش كده وبس، ونحط ختم عليه كمان. حتى اسال الباشمهندس ال 450 جنيه اللي اديتهم له كان عليهم ختم. تمام يا محترم، متشكر قوي. وصل الامانه من فضلك. اتفضل. انا مؤسس اللي بحب اتاكد من الامضه. ومالي. مش كنا نشرب فنجان قهوه سوا ولا حاجه؟ لا متشكرين، فرصه تانية. اطلع بينا يا اسطى. مع السلامه. جواب ايه يا ابني ده؟ ده من صاحبنا اللي في مصر. مساء الخير. مساء النور. ما قلتليش يا صفوت بخصوص ايه الجواب ده؟ ده من صديقنا الصحفي اللي في جريدة الأنوار. بيقول إن اسم الجبان اللي نبيل مات علشانه اسمه حمدي توفيق، مؤلف بيكتب روايات. أستاذ حامد. بالك يا ابني كفل الشر. ابنك؟ مالك؟ لا مفيش حاجه، بس كنت هتزحلق من على السلم. منى. ماما الحقيني يا ماما. مالك يا منى؟ مالك يا منى؟ الحقيني. ايه اللي وقعك كده؟ شيلني يا عم حموده، شيلني. في حاجة وجعاكي؟ ايه اللي وقعك؟ العصفور طار من القفص اهو، جيبهولي يا عم. حاضر يا حبيبتي، هجيبهولك حالا. اوعى يشيل منك زي ما طار من بابا. ماما، مش بابا قال ان هو هيجيب له دكتور عشان يخليني امشي؟ ليه ما جبتليش دكتور؟ اوعى يشيل منك، اوعى. انت جدع يا عم حموده، انت احسن واحد في الدنيا. متشكره يا عم حموده، انا تعبتك. تعبك راحه يا منى. بكره اما امشي مش هخلي حد يتعب، مش كده يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي. اهلا عبد الرحيم. عملت ايه؟ جبت ال1000 جنيه؟ المبلغ ده كبير، مش فاهم انت عاوزهم ليه؟ علشان منى بنت نبيل لازم تسافر الخارج تكمل علاجها زي ما قال الدكتور. دي امنيتهم وانا عاوز احققها. انا اقدر ادي لك 300 جنيه على انك تعيد كتابة الرواية تاني وتعمل فيها مجهود جديد. بحالتها دي ما اقدرش انشرها ابدا. انا حاولت كتير لكن مش قادر. ارجوك يا عبد الرحيم، انا مستعد ابيع لك كل الانتاج اللي جاي. مفيش مانع، اشتغل الاول. بس هو فين الانتاج ده؟ يا عبد الرحيم ارجوك تساعدني. انا عايز اديهم المبلغ ده واسيب البيت قبل ما يكتشفوا حقيقتي، لان صفوت ابن خالة نبيل بيجمع معلومات عني بواسطة الصحفي في جريدة الانوار. اسمه ايه؟ انا ما يهمنيش اسمه، انا عايز اساعد البنت. انا متاسف يا حمدي، انا لو كان عندي المبلغ ده كنت اديهولك. لازم تعتمد على نفسك. يعني مفيش فايدة؟ متشكر. سعيدة. حمدي، انت هنا في اسكندريه؟ ازيك يا ليلى؟ عن اذنك احسن مستعجل شويه. اوام كده؟ طب يبقى خليني اشوفك. طيب. انا بشتغل هنا يا حمدي، وكل صيف وانت طيب.
الدكتور قالك ايه؟ هيكتب لنا تقرير يوصف فيه العلاج وكل حاجه كل حاجه. انت مش مخبي عليا حاجه؟ لا ابدا. طيب اتعاب الدكتور كام؟ ده صديقي ما خدش مني فلوس ومش هياخد. استاذ حامد انا متشكره قوي لتعبك وانك اهتميت، لكن دي حاجه ودي حاجه. انا ما عملتش اي شيء. انت عملت كتير وانا قلت لك قبل كده انا مش ممكن اقبل منك ابدا. مش ده فستان منى؟ ايوه فستان العيد؟ ايوه بس ارجوك ما تغيرش الموضوع. ارجوكي انت خليني احس ان منى زي بنتي، تبقي اديتيني الحاجه اللي انا كنت محروم منها طول عمري، الاسره اللي فيها الام والاخت والبنت. استاذ حامد منى عايزاك. حاضر. طيب يا منى. عمرها ما خلت حد يقفل لها الشيش الا ابوها. جدع طيب. سعيدة يا منى. انا خارج بره، مش عايزه حاجه. عايزه سلامتك. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. ازاي يا منى؟ الحمد لله. تعيشي وتفتكري يا وفاء. متشكره يا ألفت. ايه ده؟ شوفي يا ماما العروسه كبيره قد ايه. ماما عم حموده قال لي ان بابا جاب الحاجات دي كلها. الزهور لك والشال لتيزة والباقي لمنى، وأنتم جميعا أهلي فاقبليني فردا من أفراد العائلة ولو في أيام العيد فقط. حامد. لا ده كتير قوي. جاب لي منى العصفوره وسكتنا، وجاب لها الدكتور وسكتنا. افتكر لحد كده كفايه، كل الحاجات دي لازم ترجع له. شايفه يا ماما دي لابسه فانيلا زي بتاعته وبتقول ماما وبابا زيي. استاذ حامد، استاذ حامد. استاذ حامد، استاذ حامد، استاذ حامد. نينا يا نينا، نينا تعالي لي فوق اوام يا نينا. ماله يا بنتي؟ مش عارفه يا نينا ماله. يا عيني يا ابني، لا عارفين اصلك ولا فصلك. لو جرالك حاجه هنعمل ايه؟ انا هروح دلوقتي عند ألفت عشان اطلب له دكتور. طيب روح يا بنتي. ايوه يا وفاء، الاستاذ حامد تعبان قوي، خليكي مع منى وانا رايحه عندك عشان اطلب له دكتور. طيب. نبيل، نبيل، انت راضي عني؟ نبيل، انت بتقول ايه يا سي حامد؟ مالك ومال نبيل؟ قول لهم كده، محدش مصدقني. محدش مصدقك في ايه يا ابني؟ 1000 جنيه علشان البنت، عاوز انقذ البنت علشان خاطري.
البنت يا عبد الرحيم. يا عيني يا ابني، ده انت تعبان قوي وبتهلوس. بنت ايه وفلوس ايه؟ ايوه يا دكتور. انا افضل اني اروح المستشفى. مستشفى ليه يا دكتور؟ ده ملوش حد. امركم، بس انا اشوف ان يجب ان يكون معاه حد باستمرار. احنا معاه يا دكتور وهنعمل اللازم. اتفضل. ميرسي يا دكتور. ميرسي. اتفضل. مين؟ وفاء. ايوه. انتوا سيبوني اموت احسن. عشان تعبان شويه تقوم تتكلم عن الموت بالشكل ده؟ استاذ حامد، انا ملاحظه انك دايما حزين ويائس. يا ترى ايه السبب؟ اليأس ليه اسباب كتير قوي. الفشل في العمل؟ ايوه في العمل. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ولا حاجه. انا عندي ايراد بسيط. تبقى بتتكلم عن اليأس ليه؟ اسباب تانية. زي ايه؟ واحده؟ واحده؟ هي مين؟ اللي كانت السبب. انا عايز حاجه؟ سيني شويه ميه من فضلك، صدري بيحرقني. عطشان. طب على مهلك، على مهلك. انت كل ما بتساعديني بتعذبيني اكتر. مش فاهمه ازاي بعذبك؟ برقتك اللي ما استحقهاش. ايه الكلام ده يا استاذ حامد؟ على فكره متشكره قوي على الورد الابيض، وكل سنه وانت طيب. ومنى وتيزة وانتي وكلكم طيبين. اتفضل يلا. كتر خيرك يا تيزة. الواحد مش عارف يرد لكم جمايلكم ازاي. لا جمايل ولا حاجه يا ابني. تسمحي تفتحي الشنطه وتجيبي لي المحفظه بتاعتي؟ حاضر. اسمحي. الله، بتعمل كده ليه؟ احنا هناخدها ولا سمح الله هناخد منها حاجه؟ متاسف قوي، مش قصدي. اسمحي تاخدي دول. دول ايه؟ دول فلوس عشان الدكتور والدواء. ارجوك. ارجوكي انت جمايلك علينا كتير. انت نسيت الدكتور اللي جبته لمنى؟ منى ازيها دلوقتي؟ بتسأل عليك ونفسها تشوفك. انا كمان نفسي اشوفها. عن اذنك. في واحد مصيف عندكم اسمه الأستاذ حامد؟ ايوه. يلزم اي خدمه؟ ممكن اقابله؟ بس الاستاذ حامد تعبان قوي. يبقى لازم اطل عليه. ما افتكرش هيقدر يقابل حد. لكن هيقابلنا انا. وحضرتك مين؟ ليلى. ليلى؟ هو عارف، بس قولي له من فضلك. ممكن ندخل بقى ولا هتخليني حضرتك واقفه على الباب؟ هو فين؟ دقيقة واحدة.
اتفضلي. ليلى. حامد، مالك؟ سلامتك ألف سلامة. انت عرفتي مطرحي منين؟ من عبد الرحيم. اوعي تكوني. ما تخافش، أنا عارفة إنك سميت نفسك حامد عشان تقدر تكتب ومحدش يعرفك ويضايقك. عبد الرحيم وصاني. بس أنت مالك؟ لكن انت ايه اللي جابك هنا؟ الله، أنت بتستعر مني ولا إيه؟ الله، أنت بتكح. ما قلتليش ايه اللي جابك هنا؟ ازاي واحد زي الاستاذ حامد تكون له علاقه بواحده زي دي؟ يمكن مجرد صداقة أو علاقة بريئة. مش ممكن. ما لو شفتيها اول ما دخلت ندهت عليه ازاي ومسكت ايده ازاي كنت فهمت قصدي. يعني بيحبها وبتحبه؟ طبعا. اذا كان لسه قبل ما تيجي كان بيكلمني عن اليأس والفشل في الحب مع واحدة زي دي. خد يا حمدي. ايه ده؟ حتتين صيغة تفك بيهم ضيقتك. اوعى تكون فاكر ان عبد الرحيم قال لي انك معذور لا سمح الله. ابدا والله يا حمدي. انت بتديني رواشك. انت يا ليلى. انا عارفه اني مش قد المقام، لكن اديني برد جمايلك. خد يا حمدي. الله، ايه؟ انا زعلتك ولا ايه؟ ابدا، انا زعلان من نفسي مش زعلان منك. ليه كفى الله الشر؟ لان كل الناس اللي اسأت ليهم في الماضي بيحسنوا عليا دلوقتي. انا كنت اعمى. مش فاهمه. احسن انك ما تفهميش. كفايه انك بتحسي. البسي غوايشك يا ليلى وكتر خيرك. مع السلامه. طب ان عوزت حاجه. متشكر قوي. مع السلامه. هو فاضي عشان يشوف حد؟ يا بنتي سحامة نده مرتين ثلاثة، اطلعي شوفي يمكن يكون عايز حاجة. أنا رجليها تعبت من طلوع السلالم. حاضر يا نينا. مالك يا أستاذ حامد؟ لا مفيش حاجة. في حاجة تعباك؟ أيوه، في إنسانة عايزة أعترف لها. تعترف لها بإيه؟ إنسانة نبيلة علمتني حاجات كتير وخلقتني من جديد. وتبقى مين دي؟ قابلتها متأخر قوي. يعني مش عايز تقولي مين هي؟ وفاء. أنت بتتكلم عن مين؟ أنت يا وفاء.
وفي حد في الدنيا احسن الي قدك؟ ارجوك ارجوك يا استاذ حامد، ما تقولش الكلمه دي تاني. انا عايز اقول اكتر من كده. وفاء، انا اسف. انا بدي افهم هي قاعده فوق بتعمل ايه؟ اصل بعد عنك تعبان شويه. انا شايف ان قلبكم عليه قوي. يا ابني ده غلبان ومقطوع من شجره. ممكن اعرف كنت بتعملي ايه فوق؟ راجل عيان ما نسالش عليه. افهم من كده ان اهتمامك بيه كان لمجرد الانسانيه؟ تقدر تفهم اللي انت عايزه بقى كده؟ صفوت، ارجوك ما تنساش نفسك وانت بتكلمني. عجبك كده يا خالتي؟ انت غلطان، انا اللي قلت لها تطلع تشقر عليه. ايوه يا خالتي بس انا خايف عليها. بس مالكش حق تكلمها بالشكل ده. وفاء، انا قصدي انا بخاف عليك يا وفاء. تقوم تهني؟ ابدا، ما اقصدش اهانتك، لكن اي واحده في مركزك لازم تحاسب على جميع تصرفاتها. انا مش قاصر وانا عارفه بعمل ايه. صباح الخير. صباح الخير يا ابني. ادي مجله سمير. ودي ايه كمان؟ ده جاي للست وفاء، جاي من مجله الانوار. سامع يا عم حموده؟ سامع مشمش ده بيندهلك. ماما جيبي مشمش لعم حموده. حاضر. حطيه هنا اهو يا رب. يلا يا عم حموده خف قوام واضحك معانا وغني مع مشمش. ذهب الليل وطلع بس انا يا حبيبتي صوتي وحش قوي. معلش غني عشان خاطري. يلا يلا. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو. صو شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو 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 نو. تعرف ان دي اول مرة بشوفك تضحك فيها. الفضل لك انت يا وفاء هانم، في كل ابتسامة وفي كل امل بحس بيه. بالعكس احنا ما عملناش حاجة. صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا تيزة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اوعى تاني تاني يا عم حموده عشان توديني للدكتور عشان امشي. يلا يا وفاء الفطار جاهز تحت. حاسب المية مدلوقة. حبيبتي يا منى. مش ضروري دلوقتي. مش ضروري ازاي؟ السرير اتملى مية يا اخي. ايه في ايه؟ منى مالها؟ منى يا ستي من شقاوتها وقعت من على الكرسي. ايه؟ مالك يا استاذ حامد؟ انت باين عليك تعبان، هنسيبك تستريح شويه. يلا يا منى. انا متاسفه يا عم حموده، خلي بالك من مشمش. يلا بلاش غلبه يلا.
ما كفايه بقى الدنيا ليل يا وفاء يا بنتي. اعمل ايه بس يا نينا؟ الست عنايات جايه تاخد الفستان بكره ولازم اخلصه. بس عينيك يا بنتي. احنا يا نينا محتاجين لفلوس وموسم الصيف قرب يخلص. ليكي حق يا بنتي. تصبحي على خير. وانتي من اهله. الهوا طاير الورق من الشباك. ايه دي؟ رواية ولا ايه؟ حاجة زي كده. أرواح ضائعة. أنت بتكتب روايات يا أستاذ حامد؟ أبدا، روايات إيه؟ دي مجرد محاولة، شوية نغبشة. طب ممكن أقراها؟ ما تستاهلش. وماله لما أقراها؟ هتضيعي وقتك. أنا راضية. ذنبك على جنبك. موضوعها إيه؟ ما تسيبك من موضوعها وقولي لي. أنت مش هتبطلي تشتغلي على المكنة بالليل؟ سيبك من المكنة وشغل المكنة، كلمني عن موضوع الرواية. اوعي تصدقي إني بعرف أكتب. عارفة، وكويس إنك مش مؤلف. أنت بتكرهي المؤلفين. مش كلهم. واحد منهم بس، مش كده؟ بتقول إيه في روايتك؟ بتتكلم عن إيه؟ عن واحدة ضلت الطريق وما قدرتش تكافح، فانتحرت. ياه، وليه اليأس ده؟ وليه تنتحر؟ أمال تعمل إيه؟ تكافح برضه لحد ما توصل للي هي عايزاه. لكن أنا ملاحظة إنك دايما بتحب تتكلم عن اليأس والفشل. أنا وخصوصا في الحب. لأن الفشل في الحياة أكتر من النجاح، واليأس أكتر من الأمل. أنا مش معاك يا أستاذ حامد. ما تسيبك من كلمة أستاذ دي يا وفاء. أنا مش معاك إن اليأس أكتر من الأمل. أنا محتاج لحد يديني الأمل اللي بتتكلمي عليه يا وفاء. صحيح يا حامد؟ صحيح يا وفاء. تصبح على خير. مالك؟ خايفة على حامد لو قفوا في المية يعييه تاني. ألفت، قومي طلعي منى من المية. حاضر يا ستي. اتفضل حضرتك. حاضر.
حبيبتي انا. انت رجعت تكح تاني ولا ايه؟ النهارده برد شويه. لا ابدا، انا النهارده اتولدت من جديد، اول مره اخرج فيها واشوف البحر والسماء والناس، والفضل ليك انت يا وفاء. انا ما عملتش حاجه يا استاذ حامد. بس يا حامد، انت عملت كتير، انت اديتيني امل. انت بتتكلم بروح جديده غير اللي كنت بتكتب بيها روايتك. يا ريت تكتب روايتك بالروح دي. ايه رايك فيها؟ مش بطاله. تعرف البطله فكرتني بمين؟ بمين؟ بالست اللي اسمها ليلى. مين؟ الست اللي زارتك وانت عيان. نفس طريقه كلامها وشربها للسجاير. انت بتوصفها كانها حيوانه مش انسانه. عشان كده انصحك بلاش تكتب احسن. حيوانه مش انسانه؟ وايه كمان؟ بس اوعى تزعل. لا ابدا. معظم شخصياتها بيشربوا، والشرب هو اللي بيديهم الجرأة ويخليهم يفكروا في الانتحار. مش معايا برضو ان الانتحار حاجة فظيعة؟ معاكي. وان المنتحر جبان؟ معاكي. ايه اللي خلاكي تفتكري اني بقصد ليلى في الرواية؟ انت لحقتي تاخدي بالك منها مع انك ما شفتهاش غير دقيقة واحدة. دقيقة واحدة كفاية. يلا بينا. ان شاء الله يا منى. انت هنا يا صفوت؟ بقالي ساعة. رجعت من مصر امتى؟ النهارده. اسمحي تدخلي البنت في اوضتها. عن اذن. لحظة واحدة يا أستاذ حامد، أنا عاوزك في كلمة. خير يا صفوت، في ايه؟ أنا النهارده عرفت الحقيقة اللي كان مخبيها علينا الأستاذ الكريم صاحب الفضل والمروءة والهدايا وخلافه. حقيقة ايه؟ إن الأمل ضعيف جدا في علاج منى، إلا إذا سافرت بره، وطبعا سفرها مش هيتكلف أقل من 1000 جنيه. أنا النهارده قابلت الدكتور اللي جابه حضرته علشان يكشف على منى وقال لي الكلام ده. الكلام ده صحيح يا حامد؟ ايوه صحيح. إذا كنت فاكر إنك بتخدمنا لما تخبي عنا الحقيقة دي تبقى غلطان، لأنك اديتنا أمل كاذب كنا كلنا عايشين عليه. انا اسف قوي، انا كنت فاكر كنت فاكر انك لما تقول انها هتخف وانها حالتها مش خطر هتعلي اسهمك وتخليك بطل قدامهم. قصدك ايه؟ طبعا لما الست تفرح وتبقى مبسوطه هتنبسط انت كمان. صفوت، انا بدي افهم انت عايز تقول ايه؟ اذا كنت فاكر انك هتورط وفاء بجمايلك ولا بالعروسه والبغبغان اللي جبته للبنت تبقى غلطان. صفوت يورطني يعني ايه؟ انا فاهم الاشكال دي كويس، انت ما تعرفيش حاجه. يا استاذ صفوت، انا ما عملتش جمايل لحد، انتوا اللي جمايلكم مغرقاني من راسي لرجليا، وجيت دلوقتي ارد لكم بعد افضلكم. افضل ايه يا استاذ حامد؟ ده ما يخليكش تنسى نفسك، وكان لازم تقف عند حدك. وهو عمل ايه؟ ده لازم تفهم انك مأجر اوضه هنا وبس، اكتر من كده مفيش. لازمتها ايه الاهانات دي كلها؟ لانه اهانك واهنا كلنا. الاستاذ حامد ما هانش حد. انت بتدافع عنه لدرجه انك نسيتي كرامتك. انت بتقول ايه؟ اسمع يا صفوت، اخر مره هسمح لك فيها تقول لي الكلام ده، ولازم تفهم ان البيت ده بيت منى قبل ما يكون بيت اي حد تاني. كده؟ كتر خيرك. افتكر انا ما بقاليش لازمه هنا بعد كده. عن اذنك. وفاء، أنا آسف أوي، كل اللي حصل ده كان بسببي. لا أبدا. تأكدي يا وفاء إن كل الهدايا اللي جبتها لمنى كانت بنية سليمة. أنا عارفة يا حامد. أظن بعد كل اللي حصل ده وجودي هنا مش هيكون كويس. لكن البيت ده بيتي وبيت منى وبيت مينا،
صفوت ملوش عندنا حاجة. مستحيل، ما اقدرش. طيب لو سبت هنا هتروح فين؟ والله لسه ما فكرتش. على فكرة الرواية بتاعتي مش كانت معاكي؟ ايوه. انا كان نفسي تغير اسم الرواية. اسميها ايه؟ حاجة فيها امل. زي ايه يعني؟ مثلا حياة جديدة. انا طبعا مش مؤلفة. ولا انا. ده طبعا بعد ما تغير اشخاص الرواية وتخلي لهم اهداف. اهي محاولة. انا عايز تقول ايه؟ انا عمري مش هنسى افضالك عليا ولا الايام اللي قضيتها هنا. حامد، انت بتتكلم كأنك مسافر او مش هنشوفك تاني. لا 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 ابدا. عن اذنك. وفاء، صباح الخير. صباح النور. انا متاسف على الكلمتين البايخين اللي قلتهم لك امبارح. خلاص يا صفوت، مفيش حاجة. في حاجه غريبه قوي حصلت النهارده، مش عارف لها حاجه. هي ايه؟ شوفي، وصل الامانه اللي كتبته المعلم حسبه جاني النهارده في البوسطه. وازاي يبعته من غير ما تديله الفلوس؟ انا مش فاهم ازاي بعته لغايه عندي. الله، مين؟ صفوت؟ الجواب ده ايه اللي جابه هنا؟ في ايه يا صفوت؟ الصوره اللي بعتها لك صاحبي، صوره حمدي توفيق اللي نبيل مات علشانه. طلع حامد اللي ساكن عندكم فوق. قلت ايه يا وفاء؟ انا كان قلبي حاسس. المجرم الجبان. هتعمل ايه يا صفوت؟ هعلمه الادب. ايه اللي جابه هنا؟ مش كفايه ان العمله اللي عملها قتلت نبيل، جاي كمان يسكن هنا في بيته؟ صفوت، هرب الجبان، هرب. أنا مش معاك إن الياس أكتر من الأمل. أنا محتاج لحد يديني الأمل. اوعي تصدقي إني بعرف أكتب. عارفة، وكويس إنك مش مؤلف. أنت بتكرهي المؤلفين. وكان نفسي تغير عنوان روايتك باسم تاني، حاجة فيها أمل، سميها حياة جديدة.
وقعدت جنب الشباك. مستنية عمو حمودة. عمو حمودة مش هيرجع غير في الصيف. أنا خايفة يا ماما. من إيه؟ لا عمو حمودة ما يرجعش زي بابا. أفندم. أنا جاي من القسم يا فندم. في حاجة؟ مش ده منزل المرحوم نبيل خير؟ أيوة. ممكن أدخل؟ اتفضل. ايه في ايه تاني؟ خير؟ مفيش حاجة يا فندم، احنا لقينا ال1000 جنيه اللي كانوا مع المرحوم نبيل خير وجايين نسلمها له. ايه ال1000 جنيه؟ ايوه يا فندم، مسكنا الراجل الحرامي اللي كان سرق الجاكيتة ولقينا لسه معاه ال1000 جنيه. مسكتوه؟ امال ال1000 جنيه اللي كانوا مع ابني فين؟ اهم يا فندم. اتفضلي. وما ندهتوناش في الاسم عشان نستلمهم ليه؟ يا فندم ما يصحش، انتوا ستات وما يصحش نتعبكم. اتفضلي اديهم عشان تمضي بس. الفلوس الحلال عمرها ما تضيع. ربنا اكرمك يا نبيل يا ابني. شوفي يا نينا، دي نفس الفلوس اللي كانت مع نبيل، عليهم الختم بتوع المعلم حسب. ممكن يا فندم تكملي عد؟ وهو معقول الاسم هيغلطنا؟ طب ممكن استأذن؟ متشكرين قوي. مع السلامة. مع السلامة، متشكرين. الحمد لله لقينا الفلوس اللي هنعالج بيهم منى، والباقي على ربنا. زي الحال. حقهم ياخدوني في السينما. مضوا على الوصل ولا خدوا بالهم. وشافوا الختم بتاع المعلم حسبه؟ تعرف لولا الختم اللي زورناه كنا انكشفنا. الست الصغيرة كانت بتبص لي بشك شوية. زيها؟ زي الورد الحزين. شفت البنت الصغيرة؟ وانا خارج شفتها قاعدة ورا الشباك. اظن ضميرك مرتاح دلوقتي. لكن قلبي مش مستريح. اهلا 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 وسهلا. اتفضل. السلام عليكم يا معلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا والست وفاء مش هنعطلك كتير. احنا جايين علشان نرد لك جزء من جميلك علينا. جميل ايه لا سمح؟ دول 100 جنيه من الدين اللي علينا. وان شاء الله لما ارجع انا ومنى بالسلامه هنرد لك الباقي. الباقي؟ باقي بتاع ايه؟ بقية ال 450 جنيه بتوع وصل الامانه اللي انت رديتهولي. الله، ما انت دفعتوه. انا دفعتهم؟ انت مش بعتهم مع الجدع صاحبك ده؟ صاحبي مين؟ شكله ايه ده؟ انا عارف، الدنيا كانت ضلمه وما شفتش منه حاجه، انما كان عمال يكح وكان لابس كوفيه غامقه منقطه، ايش كبير وايش صغير. بيكح ولابس كوفيه؟ ده حامد توفيق. لكن الختم ده مش ختمك؟ ابدا، لا ختمي ولا عرف. انا الواو بتاعتي ليها دي، ده حتما 100% متزور باسم حد تاني. يبقى هو اللي دفع دينك يا صفوت، وهو اللي دفع ال1000 جنيه. فعلا مفيش حد غيره حب يدفع الثمن. بالعذاب والدموع والندم. وكنت ظلمه. كلنا ظلمناه. انتوا بتتكلموا عن ايه؟ عن انسان غلط وتاب. انسان نبيل. نبيل ابن خالتك؟ لا، اخوه. ما كنتش عارف ان له اخ. ولا حدش كان يعرف. يلا بينا يا وفاء. متشكرين يا معلم. العفو. السلام عليكم. ما هو بدري يا جماعه، القهوه والازوزه جايه وكل حاجه جايه كمان، مش بدري؟ من فضلك مكتب الاستاذ حمدي توفيق. ايوه اتفضل. حمدي. اهلا وسهلا. سيادتك منتظره الاستاذ حمدي؟ ايوه، هو مش موجود. اي خدمه اقدر اقوم بيها؟ انا زيه تمام. متشكره. هو هيتاخر؟ هو ملوش مواعيد. تحبي اقول له حاجه لما يجي؟ ارجوك تقول له اني مسافره بكره اوروبا على الباخره اللي بتقوم من اسكندريه بعد الظهريه، بس ارجوك ما تنساش. حاضر. اقول له مين؟
وفاء. طيب يا فندم. عن اذنك. اتفضل. ما تنساش تدي عنوان المستشفى اللي هكون فيها لحمدي، وتكتبي تلغراف على طول. من عينيا. خلي بالك من صحتك، خلي بالكم من بعض. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا وفاء. حمدي. أم حمودة، أم حمودة. منى.